السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مرة من المرات وأثناء ما كان إمام أهل الحجاز مالك بن أنس قاعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع تلاميذه في جلسة علم، يدخل عليهم المجلس شاب عليه آثار التعب والسفر، ويقعد الشاب ده في آخر المجلس وفي إيده عود من خشب. كل ما الإمام يقول حديث أو يشرح مسألة يبدأ الشاب ده يحط العود بين شفتيه ويبدأ يحركها على إيده. التصرف الغريب ده لفت نظر الإمام مالك اللي استاء من التصرف على اعتبار إنه سوء أدب من الشاب اللي بيلهو أثناء مجلس العلم. تجاهل الإمام مالك الموقف، وبعد ما خلص الدرس بدأ الطلاب ينصرفوا ما عدا الشاب ده، وده لفت انتباه الامام مالك اكتر وبدا يشير ليه عشان يجيله. وفعلا راح الشاب وقعد بين ايدين الامام مالك، فبدا مالك يساله: امكي انت؟ يعني من مكه؟ فرد الشاب: نعم. فقال له: اقرشي انت؟ فرد الشاب: نعم. فقال له مالك: كملت صفاتك ولم تكون سيء الادب؟ فرد الشاب: وماذا رأيت من سوء أدبي؟ فقال له مالك: رأيتك وأنا أملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلعب بريقك على يدك. فرد عليه الشاب: يا سيدي عدمت البياض، يعني ما معيش ورق، فكنت أكتب الحديث بريقي على يدي. فمسك الإمام مالك إيد الشاب وبص عليها، فقال له الشاب: يا سيدي إن الريق لا يثبت، ولكني قد حفظت كل ما أمليته عليه. فقال له مالك وهو بيختبره: إذن أخبرني عن حديث واحد مما حفظت. فكانت المفاجأة المدوية إن الشاب سمع للإمام مالك كل الأحاديث والمسائل اللي قالها من أول المجلس لحد آخره. أكيد عرفتوا مين هو الشاب اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنتكلم معاكم في حلقة النهاردة عن أفقه وأحفظ أهل زمانه، الراجل اللي قال عنه العلماء: لو جمعت كل عقول الأمة في عقله لوسعها. مؤسس ووضع قواعد واحد من أهم العلوم الشرعية وهو علم أصول الفقه. هنتكلم معاكم النهاردة عن الإمام الفقيه محمد بن إدريس الشافعي. وخلونا عشان الدنيا متوش مننا نقسم معاكم حلقة النهاردة لأربع محاور رئيسية. المحور الأول هنتكلم فيه عن الشافعي ورحلاته العلمية، والمحور الثاني هنتكلم فيه عن إسهاماته العلمية وإزاي غير مفهوم الفقه ووضع مفاهيم جديدة محدش وصل ليها قبله. أما بقى المحور الثالث فهنتكلم فيه عن نظرة العلماء وكلامهم عنه، وخاصة اللي كانوا معاصرين ليه. والمحور الأخير هنتكلم فيه عن وفاته، وهنعرف مات فين ومات إزاي، وهل فعلا تم اغتياله ولا مات بشكل طبيعي. في سنة 150 هجريا وفي مدينة غزة بفلسطين اتولد محمد ابن إدريس ابن شافع ابن سائب ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي. نسبه بينتمي لقريش وبيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس. أبوه اتولد في مكة وعاش فيها فترة كبيرة، ولكنه انتقل لغزة عشان يبحث عن عمل. عاش أبوه في غزة فترة من الزمن وبعد كده انتقل لعسقلان، وفي عسقلان مات أبوه وضاقت بيهم الحالة، فقررت أمه إنها ترجع بيه لمكة عشان يتربى بين أجداده وأعمامه. رجع الطفل مع أمه وعاش في مكة، وبما إن أمه كان معروف عنها حب العلم وهبت ابنها لطلب العلم، وبدأت تحفظه القرآن وهو لسه طفل صغير. فحفظ الشافعي القرآن وهو عنده 7 سنين، وبدأ في طلب العلم قبل ما يكمل 10 سنين. خلال الفترة دي كان بيعيش في وسط قبيلة من قبائل مكة اسمها قبيلة هذيل، وهذيل كانت معروفة بالفصاحة في العربية، فكانت من أفصح قبائل العرب على الإطلاق. وده انعكس على الشافعي اللي برع براعة غير عادية في العربية لدرجة أنه حفظ كل أشعار هذيل، وده أمر أشبه بالخيال. بيقول عنه ابن هشام صاحب السيرة النبوية بعد ما قابل الشافعي: ما أظن أن الله خلق أحدا أعلم بالعربية من هذا الرجل. مع براعته في اللغة اتعرف عنه كمان براعته في الحفظ وذكائه الشديد وعقليته الفذة. وده خلى العلماء يقولوا عنه إن أذكياء الدنيا 2: الخليل بن أحمد الفراهيدي ومحمد بن إدريس الشافعي. وقال عنه بشر المريسي: إن للشافعي عقل يوازي نصف عقل الدنيا. المهم إن قرر محمد بن إدريس نتيجة معيشته لقبيلة هذيل وإتقانه للعربية لدرجة إنه لما كان بيحب يعبر عن حاجة معينة كان بيرتجل ليها أبيات من الشعر. قرر انه يتفرغ لدراسة اللغة، وفي مرة من المرات التقى بواحد من المقربين ليه، فلما شافه بارع في الشعر والعربية قال له: يا أبا عبد الله، يعز علي ألا يكون لك مع اللغة وتلك الفصاحة فقه، وتكون بذلك ستة أهل زمانك. يعني بيقول له كده من الآخر: أنا صعبان عليا إنك تحصر موهبتك الفذة دي في دراسة العربية والشعر فقط، وإنت ممكن تدرس معاها علم تاني أعظم وأفضل وأفيد للأمة كتير وهو علم الفقه. المقولة دي غيرت بوصلة الشافعي، فقرر إنه يدرس الفقه، وكان عمره في الوقت ده حوالي 14 سنة. فراح لإمام مكة في الوقت ده خالد بن زنجي وبدأ ياخد على إيديه العلم. بعد ما بدأ الشافعي في دراسة الفقه قرر إنه يرحل من مكة إلى المدينة عشان يتعلم على إيد
عيد إمام أهل الحجاز مالك ابن أنس. وفي مسجد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قابل الشافعي الإمام مالك ودرس على أيديه كتاب الموطأ. وهنا طبعا اختلفت الروايات في اللقاء الأول بين مالك والشافعي، ويمكن الأقرب للصح هي الرواية اللي ذكرناها في المقدمة. أعجب مالك جدا بعقلية الشافعي وبراعته في الحفظ، وقرر إنه ياخده معاه بيته عشان يكون من خواص تلاميذه. راح الشافعي مع مالك، وعلى الرغم من إن مالك في الوقت ده كان فقير إلا إنه أخضق على الشافعي بكرم غير طبيعي، لدرجة إنه كان لا يعرف مين فيهم صاحب الدار ومين فيهم بينفق على الآخر. قعد الشافعي مع مالك 8 شهور تشبع فيهم بعلم الإمام مالك وحفظ الموطأ عن ظهر قلب، وارتبط الإمام مالك بالشافعي ارتباط عجيب. وعلى الرغم إن مالك طول حياته هو بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليه آلاف الطلاب، إلا إنه لأول مرة يشوف تلميذ ببراعة وذكاء وقوة حفظ الشافعي. المهم بعد 8 شهور من الصحبة قرر الشافعي انه يترك استاذه ويرحل لمكان جديد يطلب فيه العلم، وكانت وجهته المره دي لبلاد العراق وبالتحديد الكوفه عشان ياخد علم ابو حنيفه ويتعلم على ايد تلاميذه محمد بن حسن الشيباني وابي يوسف، ويكون بكده اخذ علم مالك وابو حنيفه. استاذن الشافعي من الامام مالك انه يسمح ليه بالخروج من المدينه لاستكمال رحلته في طلب العلم، ومع ان مالك كان متعلق جدا بالشافعي الا انه اذن ليه واوصاه انه ما يفترش عن طلب العلم. ترك الشافعي المدينه وتحرك باتجاه الكوفة، وهو في الكوفة قابل محمد بن حسن الشيباني أحد تلاميذ أبي حنيفة، وبعد حوارات ونقاشات ومناظرات انبهر الشيباني بسعة علم الشافعي وحفظه للموطأ وبراعته في الفقه، فاستضافه عنده في البيت وأكرم ضيافته على الآخر زي ما عمل معاه مالك، وأعطاه كتاب الأوسط وده أشهر كتب الإمام أبو حنيفة. ومن المفارقات العجيبة إن الشافعي قرأ وحفظ كتاب أبي حنيفة عن ظهر قلب في ليلة واحدة فقط. وزي ما قلنا قبل كده ان الشافعي كانت عنده ملكة غير عادية في الحفظ، لدرجة ان لما كان بيحفظ اي كتاب كان بيحط ايده على صفحة ويحفظ الصفحة التانية عشان الحفظ ما يدخلش في بعضه. ومن مآثره العجيبة انه كان بيروح يشتري الكتب فيتصفح الكتاب قبل ما يشتريه فيحفظه عن ظهر قلب، وبعد كده يرجعه لصاحبه ويديه ثمنه. المهم عاش الشافعي في الكوفه في ضيافه محمد بن حسن الشيباني لمده سنه كامله، تشرف فيها منهج الامام ابو حنيفه على ايد تلاميذه وحفظ فقهه عن ظهر قلب، وقرر بعد كده انه يكمل رحلته في طلب العلم، فاستأذن من الشيباني اللي اكرمه اخر كرم واغدق عليه باموال كتيره جدا تعينه في رحلته لطلب العلم. خرج الشافعي من الكوفه وعمره 21 سنه، وبدأ يطوف ببعض البلاد القريبه من العراق زي بلاد فارس وما حولها يقابل المحدثين وطلاب العلم، وبعد كده رجع لبغداد عاصمه الخلافه العباسيه. في الوقت ده كان هارون الرشيد تولى الخلافه، فلما سمع ان في شاب مكي بيدعي انه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وانه نابغه في العلم والفقه، بعت ليه الرشيد الشرطه، وكان الشافعي في الوقت ده بايت في المسجد. دخلت الشرطه المسجد وبداوا يدوروا عنه في وسط المقيمين في المسجد، فلما عرفوه اخذوه للخليفه. دخل الشافعي على هارون الرشيد ودار بينهم حوار طويل تاكد فيه من نسب الشافعي وانه عالم من طراز فريد وفقيه ملوش مثيل من ابناء عصره، فعرض عليه الرشيد انه يوليه القضاء، لكن طبعا الشافعي رفض بشده. استأذن الشافعي من الرشيد ورجع للمسجد مره ثانيه، وكانت صلاه الفجر دخلت، فصلى خلف شاب اسمه الزعفراني. الشاب كانت قراءته جميله جدا ولكنه سهى في الصلاه ومعرفش يخرج من السهو ده ازاي، فطلب منه الشافعي انه يعيد الصلاه مره ثانيه، وبعد ما اعاد الصلاه طلب منه انه يديله ورق عشان يكتب ليه كتاب عن السهو في الصلاه، وهنا كتب الشافعي اول كتبه. قعد الشافعي في مكه فتره كبيره وكان متشوق انه يرجع لشيخه مالك بن انس، وبالفعل قرر انه يرجع للمدينه، فخرج من العراق باتجاه المدينه. وهو في الطريق مر على مدينه حران في الشام، وهناك قابل واحد من تلاميذه اللي كان بيحضر ليه دروسه في بغداد واستقبله بحفاوه كبيره جدا. حاول الشاب انه يقنع الشافعي بالبقاء في الشام وعرض عليه انه يمنحه من الارض والضيعات ما يشاء، لكن الشافعي رفض واصر على العوده للقاء مالك. وبالفعل وصل الشافعي المدينه ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ينتظر مجلس مالك. دخل مالك المسجد في مشهد مهيب وحواليه حوالي 400 طالب علم، فاستقر الشافعي في اخر المجلس، وبعد ما انتهى الدرس تقدم للقاء مالك. فرح مالك جدا برؤية الشافعي وأصر أن يصحبه معاه لبيته. راح الشافعي مع مالك، ولكن المرة دي كان البيت غير البيت، فمالك اللي كان لا يملك إلا القليل من المال وبيعيش في بيت بسيط متواضع أصبح من أغنى أهل المدينة، وده بفضل الهدايا اللي كانت بتحمل ليه من كل بقاع الأرض. مكث الشافعي عند مالك فترة من الزمن، وبعد كده قرر أن يرجع مكة موطنه الأصلي عشان يقابل أمه بعد رحلة من العلم استمرت حوالي 10 سنين صال وجال فيها بين المدن والبلدان. رجع الشافعي مكة وهو محمل بالهدايا والأموال، وأول ما وصل مكة خرجت أمه لاستقباله.
وبعد لقاء حار بين الأم اللي سخرت ابنها لطلب العلم والابن اللي ما خذلش أمه وبقى من أفقه أهل زمانه، توجه الشافعي لبيته عشان يستريح، لكن أمه رفضت إنه يرجع بيته إلا بعد ما يوزع كل الأموال اللي معاه. وبالفعل نفذ الشافعي كلام أمه عن طيب نفس ووزع كل الأموال اللي معاه على الفقراء والمحتاجين، ورجع لبيته وهو لا يملك أي شيء من العطايا والهدايا اللي أخذها. قعد الشافعي في مكة يدرس الفقه، وبعد وفاة مالك بن أنس إمام أهل المدينة قرر الشافعي انه ينتقل لليمن. وهنا اختلفت الروايات في السبب الحقيقي اللي خلى الشافعي يروح اليمن. فريق من المؤرخين بيقول انه راح لليمن للبحث عن عمل بعد ما ضاقت به السبل في مكة، وفريق تاني بيقولوا انه راح في مهمة رسمية بعد ما اصدر الرشيد قرار بتعيينه على نجران. وايا كان السبب الحقيقي فاللي يهمنا هنا انه راح اليمن. وفي اليمن اتعرض لفتنة عظيمة جدا بسبب خلافه مع والي اليمن اللي كان عايز الشافعي يبقى تابع ليه ويوافقه في كل قراراته حتى وان كانت بتخالف الشريعة. وده طبعا ما يمشيش مع إمام عظيم زي الشافعي اللي كان غصة في حلق الفاسدين، فوقف في وجه والي اليمن وبدأ يهاجمه على كل مخالفاته. وده خلى الوالي يغدر بيه ويروح للرشيد ويبلغه إن في 9 من العلويين ناويين يثوروا ضد حكمه، واللي بيتزعمهم هو الإمام الشافعي. وعلى الرغم من إن الرشيد كان بيحب الشافعي جدا وبيثق فيه، إلا إن الأمر ما دام وصل للكرسي فكله بيزول حتى وإن كان المتهم بريء. أمر الرشيد بالقبض على الشافعي وال9 اللي معاه، واللي الشافعي ما يعرفش عنهم اصلا اي حاجه. المهم اتقبض على الشافعي ووقف قدام الرشيد واتعدم قدامه ال9 العلويين. ولما جت دور على الشافعي بدا يتكلم الرشيد واقام عليه الحجه بانه بريء من الاتهامات اللي توجهت ليه، وانه ملوش اي علاقه بالعلويين دول، وان والي اليمن هو اللي زج باسمه معاهم عشان يخلص منه. ومن حسن حظ الشافعي ان كان حاضر في المجلس محمد بن حسن الشيباني تلميذ ابو حنيفه واستاذ الشافعي نفسه، اللي زكى الشافعي قدام الرشيد وشاف عليه. هدأ غضب الرشيد وعفى عن الامام الشافعي، ونجا الشافعي من فتنه كبيره كانت هتطير فيها رقبته. وبعدها قرر انه يسيب اليمن ويرجع مكه، وبعدها راح لبغداد للمره الثانيه واستمر فيها لحد سنه 199 لما قرر انه يترك بغداد ويروح لمصر بدعوه من وليها. بيقول ياقوت الحموي: وكان سبب رحيل الشافعي الى مصر ان العباس بن عبد الله خليفه المأمون على مصر قد دعاه ليكون برفقته في مصر. وصل الشافعي مصر وقابل عبد الله بن الحكم تلميذ الامام مالك، وكان اهل مصر في الوقت ده بين فريقين، الفريق الاول على مذهب مالك بن انس والفريق الثاني على مذهب ابو حنيفه، وكان في صراع بين الفريقين. فقرر الشافعي انه يضع مذهب جديد يجمع عليه كل المصريين، وبالفعل نجح انه يضع مذهب فقهي جديد جمع عليه كل المصريين، واصبح مذهب الشافعي هو اكبر المذاهب انتشارا بين اهل مصر. بيقول هارون بن سعد: ما رايت مثل الشافعي، لما قدم علينا مصر ذهبنا اليه وكان يصلي فما راينا احدا افضل منه صلاه ولا احسن منه وجها، فلما تكلم ما سمعنا احدا تكلم احسن منه. عاش الشافعي في مصر 5 سنين نجح فيها انه يجمع كل المصريين على مذهبه بعد ما كانوا مختلفين بين المذاهب المختلفه، لحد ما مات سنه 204 هجريا وعمره 54 سنه. اما بقى بخصوص وفاته ومات ازاي ففي روايتين. الروايه الاولى ودي اللي عليها اجماع اهل الحديث، وهي انه في اخر ايامه اصيب بنزيف في البواسير واشتد عليه الوجع لحد ما مات. اما الروايه الثانيه ودي ذكرها بعض الاخباريين والقصاصين وبتقول انه مات على ايد اتباع المذهب المالكي في مصر لما شعروا ان منهجه غلب على منهج الامام مالك، فقام ليه واحد من اتباع المذهب المالكي وضربه بحديده على راسه لحد ما مات. واغلب الظن ان الروايه الاولى هي الادق. دي كانت اطلاله سريعه على تاريخ الامام الشافعي ورحلاته في طلب العلم، وخلونا نروح للجزء الثاني وهي مؤلفاته. من اعظم ما تميز به الشافعي وميزه عن غيره من العلماء هي براعته الغير عاديه في الفقه، لدرجه انه بيعتبر اول من وضع اسس وقواعد علم اصول الفقه اللي بيعتبر دلوقتي ميزان العلوم الشرعيه. بيقول ابن خلدون عن اصول الفقه في مقدمته: هو اعظم العلوم الشرعيه واجلها قدرا واكثرها فائده. وبيقول احمد بن حنبل عن الشافعي وعلم اصول الفقه: كان الفقه قفلا على المحدثين حتى جاء الشافعي وصنع له المفتاح. بالاضافه لوضع اصول الفقه الف مجموعه من المؤلفات العظيمه في الفقه والحديث، وكان اول مؤلفاته هو كتاب الزعفراني اللي ذكرناه من شويه، وكمان كتاب الرساله وكتاب الام. بيقول المزني تعليقا على كتاب الرساله بتاع الشافعي: قرات الرساله 500 مره وفي كل مره اخرج بفوائد ومسائل مختلفه عن سابقها. طبعا في مؤلفات تانية كتير للشافعي، ولكن خلونا نختم معاكم باراء العلماء في الامام الشافعي. بيقول عبد الرحمن بن مهدي تعليقا على كتاب الرساله اللي كتبه ليه الشافعي: والله
ما ظننت أن الله خلق مثل هذا الفتى في فقهه وحفظه وعلمه. وبيقول أحمد بن حنبل: ما من أحد أمسك محبرة وقلم إلا وللشافعي في رقبته منه. وكان ابن عبد الله يشوفه دايما بيدعو للشافعي فيتعجب من شدة انبهار أبوه بيه، فلما سأله عن حبه للشافعي قال: يا بني، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. وبيقول يونس بن الأعلى: ما رأيت أعقل من الشافعي، ولو جمعت أمة بأكملها وجعلت في عقل الشافعي لوسعها. وخلونا نختم معاكم بوصف زكريا السلماسي اللي وصف علم الشافعي فقال عنه: جمع أشتات الفضائل ونظم أفراد المناقب، وبلغ في الدين والعلم أعلى المراتب. إن ذكر التفسير فهو إمامه، أو الفقه ففي يديه زمامه، أو الحديث فله نقده وإبرامه، أو الأصول فله فيه الفصوص والفصول، أو الأدب وما يتعاطاه من العربية العرب فهو مبديه ومعيده ومعطيه ومفيده. وجهه للصباحة، ويده للسماحة، ورأيه للرجاحة، ولسانه للفصاحة. إمام الأئمة ومفتي الأمة، والمصباح الزاهر في الظلمة. دي كانت قصة الإمام الشافعي في عجالة سريعة. وطبعا احنا لو قعدنا نتكلم عن الشافعي لحد بكرة مش هنوفيه حقه. أتمنى ان احنا نكون قدمنا ليكم مادة بسيطة ودسمة. دمتم في رعاية الله.